لما تيجي تبص على خريطة فرنسا، أول حاجة هتيجي في بالك هي حدودها المشهورة وسط قارة أوروبا مع جيرانها بلجيكا، ألمانيا، سويسرا، إيطاليا، موناكو، إندورا، أسبانيا، لوكسمبورغ والبرازيل. أيوة البرازيل أكبر وأطول حدود برية لجمهورية فرنسا مش موجودة خالص في أوروبا، دي موجودة في قارة أمريكا الجنوبية وتحديدا في إقليم غيانا الفرنسية، وبتتشاركها مباشرة مع دولة البرازيل بحدود طولها 730 كيلومتر. والسبب في الوضع الغريب ده هو كلمة واحدة بس: الاستعمار. وعشان نفهم ازاي الحتة دي فضلت تابعة لباريس لحد النهاردة والناس فيها بيتعاملوا باليورو وبيتكلموا فرنساوي وهم في وسط غابات الأمازون، لازم نرجع بالزمن لحد القرن ال15. المنطقة دي كان عايش فيها قبائل من السكان الأصليين لأمريكا الجنوبية، وهم الهنود الحمر من مجموعات عرقية زي الأراواك، الأريجونا والجلابي. ودول شعوب كانت عايشة على الصيد والزراعة البسيطة وبيتكلموا لغات محلية خاصة بيهم، وكانوا بيؤمنوا إن الطبيعة والشجر والأنهار ليهم أرواح مقدسة بتحميهم. وفضل الوضع هادي لحد ما حصلت نقطة التحول الكبيرة في تاريخ البشرية سنة 1492، لما المستكشف الإيطالي الشهير كريستوفر كولومبوس اللي كان شغال لحساب مملكة أسبانيا الكاثوليكية أبحر في المحيط الأطلسي عشان يدور على طريق جديد للهند، وبالمصادفة وصل للشواطئ الأمريكية. كولومبوس لما رجع لأوروبا أعلن إنه لقى العالم الجديد، والعالم الجديد ده كان مصطلح أطلقه الأوروبيين على القارتين الأمريكتين لأنهم ما كانوش يعرفوا بوجودهم قبل التاريخ ده. وبعد كولومبوس بكام سنة، وتحديدا سنة 1500، وصل مستكشف أسباني اسمه فيسنتي بنزون لشواطئ جويانا الفرنسية ورسمها على الخريطة، ومن هنا بدأت عيون الممالك الأوروبية كلها تلمع بالطمع. في الوقت ده كانت القوى العظمى في العالم دولتين، أسبانيا والبرتغال، والاتنين كانوا دول مسيحية كاثوليكية تابعة لسلطة البابا في روما. وعشان ما يضربوش في بعض، البابا خلاهم يوقعوا على معاهدة شهيرة جدا سنة 1494 اسمها معاهدة تورديسيلس، ودي المعاهدة اللي كنا اتكلمنا عليها قبل كده بالتفصيل في فيديو دول جزر الرأس الأخضر. المعاهدة دي قسمت العالم الجديد بخط وهمي في المحيط، الحتة اللي شرق الخط تاخدها البرتغال والحتة اللي غرب الخط تاخدها أسبانيا، بس المنطقة بتاعت جويانا كانت محشورة في النص، وبسبب طبيعتها الجغرافية الصعبة وغابات الأمازون الكثيفة والمستنقعات المليانة أمراض استوائية زي الملاريا والحمى الصفراء، أسبانيا والبرتغال ما اهتموش بيها في الأول وركزوا في الأماكن التانية اللي فيها دهب وفضة. الإهمال ده فتح الباب لدول تانية بروتستانتينية ما بتسمعش كلام البابا زي إنجلترا وهولندا، وكمان دول كاثوليكية متمردة زي فرنسا، إنهم ييجوا ويحاولوا يثبتوا رجليهم في الأرض المنسية دي. وفي كتاب مهم جدا ومؤكد للمؤرخ البريطاني المقرب من أحداث الاستعمار وجغرافية الكاريبي اسمه ديفيد واتس، في كتابه الشهير The West Indies Patterns of Development, Culture and Environmental Change Since 1492. الكاتب بيشرح بالتفصيل إزاي الصراع الأوروبي على منطقة جويانا الكبرى كان صراع تكسير عظام، لأن بريطانيا وهولندا وفرنسا كانوا شايفين إن الأرض دي هي بوابتهم لثروات أمريكا الجنوبية وطريق لتأسيس مزارع قصب السكر والتبغ اللي بتكسب ملايين. الفرنسيين حاولوا لأول مرة يستوطنوا المنطقة سنة 1604 ميلاديا في عهد الملك هنري الرابع، وبعتوا حملة بقيادة مستكشف اسمه دانيال دي لتوشي، بس الحملة دي فشلت بسبب المقاومة الشرسة من قبائل السكان الأصليين وبسبب الأمراض الفتاكة اللي قضت على المستوطنين. لكن فرنسا ما استسلمتش ورجعت تاني سنة 1643 وأسست مدينة كايان اللي هي العاصمة الحالية لجويانا الفرنسية. وفي الفترة دي المنطقة دخلت في دوامة مرعبة من الحروب والخناقات بين الثلاث قوى، إنجلترا وهولندا وفرنسا. الخناقة كانت عبارة عن كر وفر، فرنسا تحتل كايان، يجوا الهولنديين يطردوهم، بعدين الإنجليز يدخلوا ياخدوها، والوضع فضل متوتر لحد ما الدول دي قعدت مع بعض وتم تقسيم منطقة جويانا الكبرى لثلاث حتت واضحة. الحتة الغربية بقت جويانا البريطانية وهي دولة جويانا الحالية اللي بتتكلم إنجليزي، والحتة اللي في النص بقت جويانا الهولندية وهي دولة سورينام الحالية اللي بتتكلم هولندي، والحتة الشرقية القريبة من البرازيل بقت جويانا الفرنسية وفضلت تابعة للتاج الفرنسي. وعشان فرنسا تقدر تستفيد من جويانا الفرنسية
عملت نظام اقتصادي قاسي جدا اسمه اقتصاد المزارع الكبرى، والنظام ده كان قائم بالكامل على زراعة قصب السكر والكاكاو والبن. وعشان المحاصيل دي محتاجة عمالة ضخمة جدا والسكان الأصليين كانوا بيموتوا من الأوبئة أو بيهربوا جوه الغابات، فرنسا دخلت في تجارة العبيد أو ما يعرف تاريخيا بالتجارة المثلثية، وهي نظام تجاري لا إنساني كان بيقوم على خطف الملايين من البشر من غرب أفريقيا وشحنهم في سفن بظروف غير آدمية عبر المحيط الأطلسي عشان يشتغلوا بالصخرة وتحت الكرباج في مزارع أمريكا. والدراما دي استمرت لسنين طويلة. العبيد الأفارقة دول نقلوا معاهم ثقافتهم ودياناتهم ولغتهم اللي اختلطت بعد كده بلغة المستعمر وطلعت لغة هجين بنسميها في التاريخ اللغة الكيرولية، وهي نفس نوع اللغة اللي ذكرناها برضو في فيديو جزر الرأس الأخضر، بس أكيد مخلطة شوية بكلمات من اللغة الفرنسية، ودي اللغة المحلية اللي الناس بيتكلموا بيها في الشارع لحد النهاردة بجانب الفرنسي. في سنة 1789 قامت الثورة الفرنسية في باريس ورفعت شعارات الحرية والإخاء والمساواة، ونتيجة الثورة دي تم إلغاء العبودية لأول مرة سنة 1794. بس الفرحة ما دامتش، لأن الإمبراطور نابليون بونابرت لما مسك الحكم سنة 1802 رجع العبودية تاني عشان ينقذ اقتصاد المستعمرات، والوضع ده فضل مستمر لحد ما تم إلغاء العبودية نهائيا وبشكل لا رجعة فيه سنة 1884. طيب، بعد إلغاء العبودية فرنسا واجهت مشكلة ضخمة، مين هيزرع الأرض ومين هيشتغل؟ المستعمرة بقت بتخسر وفقدت قيمتها الاقتصادية، وهنا فرنسا فكرت في فكرة جهنمية مرعبة في نفس الوقت، وهي إنها تحول جيانا الفرنسية إلى مستعمرة عقابية أو سجن مفتوح للمجرمين والسياسيين المعارضين. وفي سنة 1852 أصدر الإمبراطور نابليون الثالث قرار رسمي بتحويل المستعمرة لمعتقل ضخم، وأشهر حتة في المعتقل ده كانت مجموعة جزر صغيرة قدام الشاطئ اسمها جزر الخلاص، ومنها جزيرة معزولة تماما ومرعبة اسمها جزيرة الشيطان. فرنسا كانت بتبعت أخطر وأصعب المجرمين والحرامية وكمان المفكرين والسياسيين اللي ضد الحكومة في باريس وترميهم هناك في ظروف سجن لا تحتمل، شغل شاق وسط الشمس الحارقة والغابات ورطوبة قاتلة وأمراض، واللي يفكر يهرب بياكلوا الشجر أو القرش في البحر. وفي كتاب يعتبر وثيقة تاريخية حية وصادمة عن المرحلة دي كتبه سجين فرنسي قدر يهرب من جزيرة الشيطان بعد محاولات مستحيلة. السجين ده اسمه هنري شار، والكتاب بتاعه اسمه بابيو وصدر سنة 1969، واسم الكتاب بالفرنسي معناه الفراشة، وده كان لقبه بسبب تاتو فراشة على صدره. شاري بيحكي في كتابه ازاي السجن ده كان مقبرة للأحياء، وازاي الآلاف ماتوا هناك واتدفنوا في البحر، لدرجة ان جيانا الفرنسية بقى اسمها في الوجدان الأوروبي المقصلة الجافة، لأنك بتموت فيها ببطء من غير ما حد يقطع رقبتك. فضلت جيانا الفرنسية سجن كبير لحد ما انتهت الحرب العالمية الثانية، وفي سنة 1946 فرنسا قررت تقفل المعتقلات دي تماما وتغير استراتيجيتها بالكامل. باريس خدت قرار سياسي وتاريخي، حولت جيانا الفرنسية من مجرد مستعمرة إلى إقليم وراء البحار، وده مصطلح قانوني بالسياسي الفرنسي معناه إن المنطقة دي ما بقتش أرض محتلة، دي بقت جزء رسمي ودستوري من أراضي جمهورية فرنسا زيها زي باريس أو مارسيليا، والناس هناك بقوا مواطنين فرنسيين كاملين الأهلية، ليهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية الفرنسية وليهم نواب في البرلمان الفرنسي. وفجأة في الستينات وتحديدا سنة 1964 جيانا الفرنسية كسبت أهمية استراتيجية عالمية، مش عشان الزراعة أو السجن بل عشان الفضاء. الرئيس الفرنسي شارل دي جول اختار مدينة كوردو في جيانا الفرنسية عشان يبني فيها مركز جيانا للفضاء، وده لأن موقعها الجغرافي قريب جدا من خط الاستواء حوالي 5 درجات بس شمال خط الاستواء، والقرب ده من خط الاستواء في علم الفيزياء والفلك بيدي الصواريخ دفع وقوة دفع إضافية بسبب سرعة دوران الأرض، وبيوفر كميات ضخمة من الوقود. المركز ده بقى هو الميناء الفضائي الرئيسي لوكالة الفضاء الأوروبية كلها، ومنه بتنطلق صواريخ أريان للفضاء، وبقى المكان ده بيساهم بجزء كبير جدا من الاقتصاد المحلي للإقليم. والوضع الحالي لجيانا الفرنسية في القرن ال21 وضع فريد ومعقد جدا. الإقليم ده موجود في قارة أمريكا الجنوبية، بيتشارك مع البرازيل من الجنوب والشرق ودولة سورينام من الغرب، ومساحته حوالي 83 ألف كيلو متر مربع
بس 98% من المساحة دي عبارة عن غابات أمازون كثيفة ومفيهاش سكان، ومعظم السكان اللي تعدادهم يقارب 300 ألف نسمة عايشين على الشريط الساحلي. والاقتصاد هناك معتمد بشكل شبه كامل على المساعدات والإعانات اللي بتبعتها الحكومة المركزية من باريس، وعلى قطاع الفضاء بجانب استخراج الذهب والصيد. ورغم ان العملة هي اليورو واللغة الرسمية هي الفرنسية والدين السائد هو المسيحية الكاثوليكية مع وجود أقليات مسلمة وهندوسية بسبب الهجرات، إلا أن الإقليم بيعاني من مشكلات ضخمة زي البطالة المرتفعة ونقص التنمية مقارنة بفرنسا الأم، وجرائم تهريب الذهب غير القانوني عبر الحدود البرازيلية. لما تبص على جيرانها، جيانا البريطانية اللي استقلت وبقت جمهورية جيانا سنة 1966، وجيانا الهولندية اللي استقلت وبقت سورينام سنة 1975، وضع جيانا الفرنسية مختلف، لأن شعب جيانا الفرنسية في كل الاستفتاءات اللي اتعملت فضلوا انهم يفضلوا تابعين لفرنسا، وده لأن الاستقلال معناه خسارة الدعم المالي الأوروبي الضخم والجنسية الفرنسية. وبكده بتفضل الحتة دي من العالم شاهد حي على تاريخ طويل بدأ باكتشاف كولومبوس وصراع استعماري طاحن ومأساة عبودية وسجون، وانتهى بأنها بقت قاعدة لأحدث تكنولوجيا فضاء أوروبية في قلب القارة اللاتينية. لو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد، وقولولي في التعليقات لو في دولة تانية حابين نتكلم عن تاريخها وأسرارها في الفيديوهات الجاية. أشوفكم في الحلقات الجاية. كنت معاكم آلاء في سطر وحضارة. سلام.